طبعا اني اريد اطلع اعفاء بس حاير شلون اطلع اعفاء، شلون اجيب اعفاء بما انه احنا مقبلين على بداية دوام وبعد لا امتحانات شهرية ولا نص سنة، فاكو فرصة انه اقدر اطلع اعفاء بس شلون ما اعرف. خلونا نروح اشوف هذا بريسم منزل فيديو عن الاعفاء. لا، بين هذا قاعد يطقطق مرات يتأخر ما ينزل فيديوهات، بس خلونا نروح اشوف هسه بلكي الله منزل فيديوهات وانتم شو تقولون منزل لو لا. خلونا سوا نروح نشوف منزل فيديو لو ما منزل، واذا ما منزل تدرون شو اسوي؟ كل شيء ما اسوي ابقى انتظر لما ينزل فيديو عادي. يعني شنو تريد تحصل على الاعفاء؟ يعني ما تريد تتعب نفسك وتمتحن نهاية السنة بالمواد كلها، وهذا الفيديو لك. اول شغله راح نتعلم خطوات اللي راح توصلكم للاعفاء حتى تقدر تحصلون الاعفاء بسهوله، لكن خلي ببالكم الاعفاء ما يجي وانتم حاضر جنابكم يعني قاعدين مرتاحين وتريدون الاعفاء يجي لكم، ما يجي الاعفاء، لكم خطوه لازم تطبقوها وتسووها حتى تحصلون على الاعفاء. خلونا نعرف شنو هاي الخطوات اللي راح توصلنا للاعفاء حتى نقدر نجيب الاعفاء. اعفاء الفيديو صار عباره عن اعفاء ولا هو اصلا موضوع الفيديو عن الاعفاء؟ المهم خلونا نكمل. اول شغله حتى نقدر نحصل على الاعفاء، وهو يعتبر الطريق الاساسي للاعفاء، هو الالتزام اليومي والتحضير اليومي. يعني انت حاضرتك او انت حاضرت جنابك ما تقدر تجيب اعفاء وانت مراكم الماده بظهرك مخليها درزن. يعني اليوم طاقم تحضير ما لحقت يلا خليها بعدين، وبعدين اجمعهن واقراهن عود بالعطله، لو الجمعه لو السبت، واذا جت عطله ان شاء الله عود اقراهن. يعني حضرتكم تراكمون الماده وبعدين تقررون اذا صارت عطله او بالعطله اذا صار لكم مجال راح تقراه، اما اذا ما صار مجال فراح تتراكم الماده اكثر واكثر. طبعا العام وقبلها اشوفهم دائما زي رسائل استاذ احنا خلينا هيك ماده ما قرأناها قلنا بالعطله، وبالعطله ما لحقوا. فهاي سالفه انه اراكم الماده واقراها بالعطله اكلاوات، خلوها ببالكم يعني ما تفيدكم وما تشتغل عندكم. الشغله الثانيه يا طلاب هو تنظيم الوقت. يعني اول شغله عرفناها حتى ما اضيع عليكم الالتزام اليومي، لازم تقرا الموضوع والماده يوم بيومه. لا تقول والله هي هواي مواد وكل واحد وكل مدرس منطينا ورقتين او ثلاثه، اقراهم، اقرا اللي تقدر عليه. عندك وقت يعني انت ترجع الظهر او ترجع العصر، ما اعرف شو وقت ترجعون، لكن عندكم وقت تقدر تقرون. لا تقول لي انه والله انا ما اقدر اقرا، المدرس ما يعطيك تحضير اذا ما يحسب وقتك. يعني المدرس مو الحاله ترى هاي 5 اوراق 10 اوراق 20 ورقه، لا، يحسب وقت الطالب ويحسب المواد اللي عندك يلا يعطيك تحضير. فلا تحاول تدور حجج انه هواي ماده ما اقدر، هواي تحاضير، والله عنده ظروف ما اعرف شنو. لا تدور حجج، اذا تبلش من اول يوم بهاي الحجج والله العظيم راح تستمر عندك الى نهايه السنه، وراح تبقى مع العال، ولا اعفاء فردي ولا تحصل اعفاء عام ولا تحصل اعفاء فردي. فنصيحه التزام بالتحضير اليومي. اما الخطوه الثانيه والطريقه الثانيه اللي توصلك للاعفاء هو تنظيم الوقت. لازم تنظم وقتك، كل مادة أنظمها قد أقرأ بها، ساعة نص ساعة ساعتين ساعة أو نص ساعة، لازم ترتب كل مادة قد تقرأ لها حتى تقدر تخلصها وتقدر تضبطها. يعني تنظيم الوقت ضروري حيل مو شوية. شو وقت تطلع أو شو وقت تطلعون تشتغلون تنامون تاكلون تشربون، تنظيم وقت. مو أنا بكيف والله أطلع 5 ساعات أزم تليفون ساعتين 3 وأضيع وقتي، لا. التليفون طبعا هو أثناء الدراسة تليفون يعني شيء ضروري انه ينترك، بس وقت الدراسة استخدم اذا طلع اسئلة او طلع محاضرة او اتأكد من فد شغلة. فالشغلة الثانية هو تنظيم الوقت، لازم ضروري تنظمون وقتكم اثناء القراية. والشغلة الثالثة يا طلاب طريقة القراية. شنو يستاهل طريقة القراية؟ لازم تعرف تلقى طريقة تناسبك تقرأ بها، مو تقرأ وبالتالي والله أنا ما حفظت، قرأت 4 ساعات 5 ساعات 10 ساعات وما فهمت وما حفظت. فقبل لا تضيع وقتك بطريقة قراية غلط، حاول تلقى طريقة اللي تناسبك واللي تخليك تقرأ وتضبط. لأنه صارت ويا هواي طلاب العام أو العام وهم قبلها، أستاذ والله أنا قرأت 10 ساعات بس نسيت ما حفظت ما قدرت أقرأ. السبب كان طريقة القراية الغلط. زين احنا شلون نقدر نقرأ بشكل صحيح ونلقى طريقة قراية صحيحة؟ أنا منزل فيديوهات هواي عن المواد تلقوها بالقناة، وراح انزل ايضا فيديوهات هواي. يعني حاول انت تبحث انه على طريقة اللي تناسبك. مثلا انت اليوم التزمت بطريقة ما افتهمت عليها، بدل هاي الطريقة، لا تبقى نايم على الطريقة وبالتالي ما راح تستفاد شيء، لما تضيع تشوف نفسك ان انت ضيعت وقتك.
الخطوة الثالثة اللي راح توصلك للإعفاء هي طريقة قراءتك. لازم تستخدم طريقة قراية تقنية تفيدك حتى تقدر تستعجل أو تقرأ المادة بشكل سريع وما تتأخر بالمادة. والخطوة الرابعة يا طلاب هي المتابعة. شنو المتابعة أستاذ؟ أنت ذا اليوم صار عندك ظرف، أنت وأنت طبعا نقول أنت يعني الكل، أشمل بنات أو ولد. الخطوة الرابعة هي المتابعة. إذا غبتوا أو صار عندكم في الظرف وما داومتوا لازم تتابعون دروسكم، وين وصلتوا وين رحتوا وين جيتوا. مو والله اليوم أنا غبت ما داومت يلا عود باكر أروح وأقرأ، أو باكر عود أقول للمدرسة أو المدرس والله يا أستاذ أنا قبت وانا مجاز، انا غايب ما اعرف التحضير، ما انديل، ما قريت، ما ضبطت، اجل الامتحان 10 ثانية ما اعرف شلون. هاي الكلاوات كليتها اشتغلناها قبلكم وما نجحت وسوت لنا هواي مشاكل ويا المدرسين ويا الاهل. فنصيحة لكم، نصيحة لكم، اذا ما يصير عندك ظرف وحالة طارئة لا تغيب ولا تاخذ اجازة. حتى لو كانت عندك مناسبة ومو مهمة، أنا أقول إنه ضحي بهاي المناسبة وكمل دروسك. إذا أنت شنو الطالب طبعا ترجع فا، أما الطالب اللي يقول لي خمسينات وبس أنجح، لا بكيفك، عساك رايح غايب شهر شهرين، عساك وين ما رايح. أنا دا أقصد بهذا الفيديو يتمحور على جماعة الإعفاء. يعني إذا ما كان عندك ظرف طارئ أو حالة طارئة لا تطلب إجازة ولا تغيب، لأنه ايش قد ما تبقى بالمدرسة وايش قد ما تتابع ويا المدرس راح تستفاد أكثر وراح تجمع معلومات وراح تجمع رصيد يفيدك الوقت الامتحان الشهري أو امتحانات نص السنة. أما الخطوة الخامسة يا طلاب أنا راح أتركها عليكم أنتم تكتشفوها وتكتبوا لها بالتعليقات. هاي الخطوات اللي حكيتها الأربعة هي كافية حتى توصلكم للإعفاء، لكن الخطوة الخامسة خليتها عليك أنت كطالب أو أنت كطالبة تكتشفوها وتكتبوا لنا بالتعليقات شلون التزمتوا وشلون اكتشفتوا هاي الطريقة وقدرتوا توصلوا للإعفاء. فأنا إن شاء الله ما راح أعوفكم، راح أبلش أنزل لكم فيديوهات أول بأول، طريقة قراية جديدة، طرق قراية حديثة ممكن تناسب يعني وضعيتك أنت كطالب، من أدنى طالب إلى أعلى طالب، خطوات شلون نقدر نقرأ، شلون نلخص المادة. فإن شاء الله راح أستمر وياكم بهاي السلسلة من الفيديوهات إلى أن نوصل الإعفاء. وأنا راح أنزل أول ما تبدي الامتحانات الشهرية يا طلاب، راح أشوف من الطالب اللي التزم واللي أخذ الدرجة اللي ترضيه والدرجة اللي توصله للإعفاء. من هسه عندكم فرصة، لا تضيعون هاي الفرصة، حرامات، لأنه الفرص ترى ما تتعوض، كل شيء بهاي الدنيا يتعوض إلا الوقت. إذا راح ما عندك الوقت مستحيل تقدر تراجعه، لأنه ما راح تستفاد شيء إذا أنت ضيعت وقتك بأشياء ما تفيدك. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. هاي الأشياء اللي حكيتها أو الخطوات هي الطريق اللي يوصلك للإعفاء، لكن تفصيل هاي الأشياء اللي حكيتها إن شاء الله راح تنزل فيديوهات، يعني شلون نقدر فيديو كامل راح يكون عن تنظيم الوقت اللي قبل شوية ذكرته، فيديو كامل راح يكون عن طرق القراية والدراسة اللي قبل شوية ذكرتها، وفيديو كامل شلون تقدر تلتزم، وفيديو كامل شلون تقدر تتابع وتكون متابعتك زينة ويا المدرس أو ويا المدرسة بخصوص المواد. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب يتمنى لكم التوفيق والنجاح. شدوا حيلكم يا أبطال، تحياتي لكم.